سوق حباشة من أكبر أسواق الجاهلية، وقد تاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمال لخديجة رضي الله تعالى عنها. يقول حكيم بن حزام: اشتريت بزا من بز تهامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق حباشة. قلت أخاطب هذا السوق وهو في منطقة العرضيات في تهامة، وقد زرت موقعه، ليس فيه أثر واضح، لكن حدد المؤرخون مكان السوق بهذا المكان الموجود جهة وادي قنونة. حباشة قولي ما الحديث وما الخبر، وماذا تبقى في يديك من الأثر، وماذا ترى الأوصام من أرض بارق، وماذا روى رمل البطاح عن الحجر، ووادي حلي ماذا تقول سيوله، ووادي قنونا والشماريخ والشجر. أرى وادي الخيطان يشدو بصمته نشيدا من الذكرى ويمنحنا العبر. أرى فيك آثارا حسانا حبيبة إلى القلب، قولي يا حباشة ما الخبر. وما هذه الأزهار من كل جانب تزف لنا من نفحة الطيب ما انتشر. حباشة ما هذا النسيم كأنه سفير من الماضي بأوراقه حضر. فقالت أما يكفيك أن محمدا عليه سلام الله قد جاء كالمطر، يتاجر بالمال النقي تجارة على الصدق ينمو المال فيها بلا خطر. كأني به في صدقه ووفائه يعيد من الإحسان في الناس ما اندثر. لقد كان قبل البعثة التاجر الذي أمانته رمز عظيم لمن تجر. لقد كان يأتي السوق والليل حالك فيبدو لأهل السوق في الأفق كالقمر. وما كنت أدري أنه بعد حقبة سيصبح خير الأنبياء من البشر. حباشة ما هذا الذي تذكرينه، ومن أي نبع تمتحين بلا كدر. هنيئا لك الذكرى سهولة هامة، ويكفيك أن الروض بالمصطفى ازدهر. أضأت طريق الذكريات إضاءة تقرب مني في دجى الليل السحر. أضأت طريق الذكريات إضاءة تقرب مني في دجى ليلي السحر. حباشة مهلا أصبح السر واضحا، فهذا الشذا من ذلك الطيب انتشر. عليه الصلاة والسلام.